الساعة كانت 2 بعد نص الليل لما رن تليفون قسم شرطة مصر الجديدة وقطع السكون. على الناحية التانية من الخط كان في صوت ست مرعوبة وما خرجش منها غير جملة واحدة هزت المكان: في حد مات. المحقق كريم شاكر، راجل في 40، الشيب غزا شعره بدري من غير استئذان، عنده حاسة سادسة في الجرايم ولسان حلو بيخلي الناس تفتح قلبها وتحكي له المستخبي. والنهاردة كان هو عمارة رقم 17 في شارع الزهراء، مبنى عريق ريحته بتفوح بذكريات زمن فات. الأسانسير عطلان من سنين وكريم طالع السلم كان حاسس مع كل خطوة إن في حاجة مش مظبوطة في الشقة في الدور الثالث. بقالها 8 أيام الباب ده ما اتفتحش. الجار اللي بلغ إبراهيم الشيخ، راجل في السبعينات، قال إن في ريحة غريبة بدأت تظهر بقالها كذا يوم، وللأسف كان عنده حق. جوه الغرفة الدنيا كانت مقلوبة، كتب مرمية، ورق متبعتر، وفنجان قهوة لسه واقف مكانه على الترابيزة. أما الجثة كانت لست في 50، ممددة على الأرض جنب باب أوضة النوم. مفيش دم، مفيش خناق، ولا حتى كدمة واحدة. الموت المرة دي اختار يجي من غير ما يسيب وراه أي أمارة. كريم وقف وسرح في ملامحها كتير، وفي الآخر قال لنفسه كلمة واحدة: ده مش موت طبيعي. سهير منصور، مدرسة متقاعدة، أرملة من سنة 2010، عايشة لوحدها، ولدها الاتنين مسافرين برا مصر. الجيران دايما يوصفوها إنها ست في حالها، هادية، وعمر ما حد شاف منها مشكلة. بس كريم كان عنده وجهة نظر تانية. كان عارف كويس إن الناس الهادية ساعات بيكون ورا هدوءهم ده أكبر الأسرار. في درج مكتبها لقوا ورقة مكتوبة بخط إيده، وكأنها كانت بتكتبها وهي بتنهج: أنا مش خايفة منك، بس خلاص زهقت. لا في توقيع ولا في تاريخ. الكلمة دي لوحدها حولت القضية من وفاة طبيعية لجريمة قتل محتملة. ومن اللحظة دي بدأت رحلة كريم الحقيقية. إبراهيم الشيخ، جارها العجوز، كان صوته بيرتعش وهو بيتكلم مع كريم. ما كانش خوف، كان حزن، حزن حقيقي. إبراهيم بصوت عجوز مكسور: يا ابني دي كانت ست ذوق، بشوفها كل يوم وهي نازلة تشتري العيش. آخر مرة شفتها من 8 أيام، قالت لي إنها مستنية حاجة مهمة قوي. كريم بفضول: حاجة إيه يا حاج إبراهيم؟ إبراهيم: ما قالتليش، بس وشها كان منور زي اللي خايف ومبسوط في نفس الوقت. كريم كتب في نوته ملحوظة واحدة: كانت مستنية حاجة ولا حد؟ والسؤال ده هيفضل يطارده كتير. الدكتور علاء، طبيب التشريح، ما كانش مرتاح وهو بيسلم التقرير. بص يا كريم، مفيش سم، مفيش آثار عنف واضحة. بس كريم بحدة: بس إيه يا دكتور؟ الدكتور: في ضغط على الرقبة، خفيفة جدا، محدش يلاحظها إلا لو كان بيدور عليها بجد. اللي عمل كده صنايعي، عارف هو بيعمل إيه كويس. كريم ابتسم ابتسامة باهتة: دي جريمة احترافية، مش غضب لحظي، ده تخطيط بدم بارد. موبايل سهير الأخضر القديم كان شايل سر كبير: 23 رسالة لم تقرأ، كلها من رقم مجهول، بدأت من شهر. أول رسالة: أنا عارف إنك لسه فاكراني. تاني رسالة: الماضي مش بيتمسح بسهولة يا سهير. وآخر رسالة قبل موتها بيومين بس: بكرة هتعرفي كل حاجة. كريم حس إن في شبح من الماضي قرر يظهر دلوقتي، وإن سهير كانت عارفة الشبح ده كويس. السؤال هنا: ليه سكت يا سهير؟ أحمد وسارة، ولاد سهير، وصلوا المطار في نفس اليوم. أحمد مهندس في الإمارات وسارة دكتورة في فرنسا. كريم لاحظ حاجة غريبة: ما كانش فيه دموع. أحمد ببرود: ماما كانت تعبانة يا حضرة الضابط، كنا مستنيين اللحظة دي. كريم بشك: مستنيين إيه بالظبط؟ أحمد سكت، وسارة بصت في الأرض. في عيونهم كان في حاجة تانية غير الحزن،
كان في تحضير لسيناريو معين. في أوضة سهير ورا مكتبة خشب قديمة لقوا درج سحري مقفول. المفتاح كان في سلسلة كانت سهير لابساها. جوه الدرج ورق عمره 30 سنة، عقود، صور قديمة، وصورة صفرة لسهير وهي شابة، وجنبها راجل ما كانش جوزها، وعلى ظهر الصورة جملة مكتوبة بخط مهزوز: أنا آسف يا سهير، ما قدرتش. مفيش اسم، مفيش تاريخ، بس كريم عارف إن حياة سهير التانية بدأت تتكشف دلوقتي. نجوى، ست في 60، رادار العمارة اللي ما بيفوتهاش دبة النملة. بهمس: بقولك إيه يا باشا، في راجل غريب جه في زارها قبل ما تموت بأسبوع، لابس لبس شيك قوي وصوته واطي جدا، قعد عندها ساعة وخرج وشه غرقان عرق. الراوي: الزاير المجهول، بقى دلوقتي المطلوب رقم 1 في لستة كريم. يومين كاملين قضاهم كريم وسط تراب الأرشيف بيدور على خيط يربط سهير بالماضي، ولقاه: قضية من سنة 1993، تهمة إخفاء جريمة. المتهم وليد عزت. الشاهدة الوحيدة اللي تراجعت عن شهادتها وأنقذته من السجن سهير منصور. وليد عزت ما كانش مجرد اسم، ده بقى راجل أعمال له نفوذ وسطوة. لما كريم واجهه في مكتبه الفاخر، وليد كان هادي بزيادة. وليد ببرود: سهير الله يرحمها، معرفتهاش من زمان قوي. كريم بثقة: بس انت كنت عارفها كويس قوي زمان ولا ايه؟ وليد: الزمن بيبعد الناس يا سيادة الضابط. كريم: الزمن ولا الخوف؟ وليد ساب القلم من ايده وسكت. الخوف اللي في عينه كان أصدق من أي كلام. كاميرات العمارة اللي قصاد البيت كشفت المستور. ليلة الوفاة الساعة 11 بالليل، راجل دخل العمارة بمشية واثقة، حد حافظ المكان. كريم عاد اللقطة 20 مرة لحد ما لمح خاتم في ايده الشمال، نفس الخاتم اللي شافه في ايد وليد عزت. في غرفة الاستجواب الضوء كان مسلط على وليد. وليد بصوت مكسور: خلاص، أنا كنت هناك فعلا. سهير كانت حبي الأول، وسنة 93 ضحت بكل حاجة عشاني. اتجوزت واحد ما بتحبوش عشان تحميني، وأنا كنت جبان، سبتها. كريم: وليه رجعت دلوقتي؟ وليد: كانت تعبانة، طلبت تشوفني عشان تسامحني، كنا بنعيط، وقالت لي إن قلبها مش قادر يكمل. سبتها وخرجت وأنا مش شايف قدامي، وتاني جم عرفت إنها ماتت. وهو عارف إن ساعات الحقيقة بتكون أغرب من الخيال. في أوراق سهير الأخيرة لقوا خطاب متوجه لأولادها، وكأنها كانت عارفة إن دي النهاية. أحمد وسارة: لو بتقروا ده يبقى أنا ارتحت، ما تحزنوش، أنا عشت حياة صعبة فيها غلطات، بس فيها حب حقيقي. النهاردة أنا لقيت السلام. وليد جه وأنا سامحته وسامحت نفسي. الدكاترة قالوا لي إن قلبي ضعيف، وأنا اللي اخترت ما اخدش الدواء، مش عشان عايز أموت، بس عشان مش عايز أعيش يوم واحد تاني وأنا مش قادر أسامح. الليلة دي كانت أجمل ليلة في حياتي. كريم قفل الملف وهو عارف إن ساعات الحقيقة بتكون أغرب من الخيال.